السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اهلا بيكم ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة حلوة وجميلة، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا اللايك وتسيبوا لنا كومنت جميل منكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة هنعمل فراخ بتتبيلة جميلة قوي، بس هنحط معاها بطاطس تبقى زي صينية الفراخ بالبطاطس. هنا انا بحط مية وخل وليمون عشان ننقع فيها الفراخ، وملح زي ما انتم شايفين كده. هنجيب معانا بطاطس الكمية اللي انتي بتحبي، يعني على قد نجيب مع بعض افراد الاسرة. قشرناها، نقشرها ما نسيبش فيها اي حاجة خالص. بعدين ونقشر البصل بتاعنا برضو، كمية حلوة من البصل. هنا انا كنت منضفها اهو، وفي اثناء كده برضو انا سايبه الفراخ بتاعتي منقوعه كويس. هنا بغسل الطماطم اهو. هنا بقى نعمل خلطه الفراخ، خلطه تحفه. هنجيب حوالي معلقه توم وبصلايه طماطمايه، وهنحط التوابل بقى اللي هقولك عليها: ملح، فلفل، زعتر، بهارات فراخ، كاري. هنا معلقه صلصه اهي، معلقه زبادي، وسنه قرفه، او يعني نص معلقه صغيره قرفه. الزبادي اهو. وهنضرب الخلطه بتاعتنا دي، معلقه عسل اسمر. نضرب الخلطه بتاعتنا دي كلها في الخلاط، ونطلع الفراخ بتاعتنا اللي نقعناها، ننضفها بقى في قلب الميه دي كويس، ونطلعها نغسلها ونشطفها تاني. هنا انا بشيل اي حاجه مش كويسه، بشيلها منها. وبعد ما نخلص بقى هنجيب الفراخ ونغرزها بالسكينه كده عشان ندخل فيها التتبيله. والافضل طبعا ان انت ما تعملي التتبيله دي، يعني تنقعيها فيها من قبلها، يعني اول اليوم او قبلها بيوم. ممكن تعملي التتبيله دي وما تعمليهاش مع بطاطس، تشويها تبقى تحفه برضو. هنا عندي البصل بتاعي وعليه كيس بهارات وملح وفلفل ومعلقه زعتر. دي معلقه زعتر اهي. وندعك البصل بتاعنا نفركه كويس مع البهارات دي، ونحط عليه البطاطس. وممكن يعني انت عملتي الصينيه كده وتحطي عليها الفراخ وتحطي البهارات بتاعتها. هنا انا ولادي بيحبوها يعني فيها صلصه شويه، فانا حطيت لهم صلصه، لكن هي الافضل كمان لو عملتيها من غير الصلصه. طبعا الفراخ بتنزل اصلا ميتها فوق البطاطس مع التتبيله بتاعتها فهتستوي، فمش هتحتاجي ان انت يعني تحطي صلصه، بس انا ولادي بيحبوا الصلصه. وهنحطها بقى، هنحط الفراخ بتاعتنا ونحطها على النار ونغطيها كويس. هنسويها على فرن على البوتاجاز من فوق، نسويها وهتغذيها بالسكينة او بالشوكة بتاعتك.
تتأكدي انها استوت تبدأي تدخليها في الفرن تكمل سوا شوية تفتحي عليها الشواية. هنا هي استوت زي الفل، البطاطس كانت زي الزلابية والفراخ بتاعتنا استوت، بس هي كانت سخنة بصراحة جدا وانا بصور لكم، يعني كانت لسه سخنة، كنت لسه مطلعاها مش عارفة اهي. بحاول اوريكم الفراخ بس هي كانت سخنة على ايدي معلش اهي. وبالهنا والشفا، ويا رب تعجبكم وتدوقوا الفراخ بالخلطة دي، وممكن تحطي معاها فحمة وتغطي عليها تبقى كأنك فراخ مشوية بالظبط. بالهنا والشفا، ويا رب يعجبكم الفيديو وتشتركوا معنا في القناة ان شاء الله، وتسيبوا لنا كومنت واعجاب، واشوفكم على خير والى اللقاء.